هجيب الفرخة صغيرة وزنها اقل من 2 كيلو، وابتدي افتح الفرخة من ناحية الصدر كده واضغط عليها علشان افردها كده. انا مش عايزة الفرخة عالية، انا عايزاها كلها تكون مفرودة. هشيل الزيادات بتاعة الجناح، الجزء الرفيع ده انا مش بحتاجه في الفرخة بشيله، وابتدي ان انا اضغط على مفاصل الفرخة كده في اي عظمة. شايفين الدبوس والفخذ بفتحهم من بعد كده، وبضغط على عظم الصدر وبفرد الفرخة كلها كده، وبفتح من ناحية عظمة الجناح وبفرد الجناح كده على جنب. انا مش عايزة اي حاجة عالية معايا في الفرخة، انا عايزة الفرخة كلها تكون مفرودة ومضغوطة. بقسم الصدر كده وبشرح الورك الفخدة والدبوس، وببتدي ان انا افتح الفرخة كلها كده علشان التتبيلة تخش معايا في جميع الفرخة. انا مش عايزة حتة تكون مقفولة والفرخة ما توصلهاش فيها تتبيلة. انا هشيل الزيادات بتاعتي اللي تحت في الفرخة، واي حتة زيادة كده في الفرخة انا مش محتاجاها. وهشرح كمان بالسكينة كده الورك من جوه. الطريقة دي بتخلي اللحم الفرخة كله شارب من التتبيلة وطعمها حلو جدا، وكمان علشان تستوي معايا بسرعة. شايفين كلها بقت مفرودة ازاي وكلها مفتوحة. الطريقة دي مخليها شكلها فظيع. احضر بقى التتبيلة بتاعتي. انا بشرت بصلاية بشر ناعم جدا جدا جدا، انا بشرتها بمبشرة باصغر السنون خالص، وهحط عليها معلقة كبيرة صلصة طماطم وربع فنجان زيت، وهنزل كمان بمعلقة كبيرة خل، وهحط التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وبابريكا وكمون وبودرة بصل وكاري وربع معلقة قرفة. هحط التوابل بتاعتي كلها على بعض وهقلبهم كويس جدا، واتبل الفرخة بتاعتي. هخلي مفيش حتة صغننة خالص من الفرخة مش واصل لها التتبيلة. لازم نوصل التتبيلة بتاعتنا لكل لحم الفرخة علشان تشرب كويس جدا من التتبيلة. الوصفة دي بتكون طعمها تحفة جدا. انا هحطها كده في طبق غويط علشان اعرف اتبلها كويس. وانا بحط بقى التوابل كده التتبيلة بتاعتي، هقعد ان انا ادخل فتحات في الفرخة كده، هحط فيها التتبيلة، هخلي كل حتة توصل ليها التتبيلة. الفتحات دي مش هتخلي الفرخة تاخد معايا وقت كتير في الفرن، ولا هتطلع دم على البقسماط بتاعي او المادة اللي انا هغلف بيها الفرخة. دي انا هسيبها في التتبيلة بتاعتها اقل حاجة 4 ساعات. لو هنحطها في ليلة كاملة هيكون طعمها طبعا احلى. هحط التتبيلة كويس جدا في الفرخة بتاعتي. شايفين انا برفع الجلد وبحطها ما بين العظم وما بين كل حتة. بتبلها كده كويس وبسيبها طبعا في التلاجة. لو ليلة كاملة يكون احسن، مش متوفر عندك انك تسيبيها ليلة كاملة مستعجلة عليها، يكون اقل حاجة 4 ساعات علشان تكون شاربة من التتبيلة بتاعتها. انا كده خلاص جهزتها وهحطها في التلاجة بتاعتي تقعد الوقت المتاح عندي. انا كده خلاص قعدتها في التلاجة، وهبتدي ان انا احطها في المادة بتاعتها. دي حاجات كرانشي كده من العطار هحطه فيها. لو عندك بقسماط تمام، ممكن تعمليها بكورن فليكس، وممكن الحاجات يعني اي حاجة كده تعرفي تكون تعمل الطبقة الخارجية دي. انا هحط المادة دي كانت خشنة شوية، فهحط عليها شوية كمان بقسماط معايا ناعم علشان تمسك معايا.
انا هاخد التتبيلة دي وهحط في كل مكان ده البقسماط عشان خاطر تمسك معايا التتبيلة. هقعد بقى ان انا احط واضغط عليها علشان اتأكد البقسماط بتاعي ده او الكرانشي ده او اللي انت هتستخدميه محطوط معايا في كل مكان. انا بتبلها على كل الجوانب كده براحتك تبليها. وانا حضرت صينية فيها مية وحطيت كمان شبكة علشان هحط الفرخة فيها. صينية فيها مية وهحط الفرخة على الشبكة بتاعتي كده وهسيبها تستوي براحتها على النار. اول حاجة كانت على نار مرتفعة وبعد كده هوطي عليها النار وتستوي براحتها تقعد معايا تقريبا ساعتين. انا بحب اسوي الاكل على نار متوسطة. هي كده جهزت وحطيتها في الفرن كانت طعمها تحفة مقرمشة جدا 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 كان شكلها فظيع طعمها حلو جدا هتعجب الاطفال. بصوا شايفين مستوية ازاي وكان طبعا طعمها حلو جدا. اتمنى يكون عجبكم الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله.